تخيل كلمة قرآن أحد أسباب حفظ القرآن. الكلمة نفسها معنى الكلمة قرآن يعني قرأ، مقروء، قرآن مش مكتوب. نزل القرآن من سيدنا جبريل، الله أرسل سيدنا جبريل لأذن وقلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقرأوا عليه، فقرأوا على الصحابة فحفظوه، قرأوه على أتباعهم لغاية لما وصل لنا، لغاية لما هيوصل ليوم القيامة. مقروء ومحفوظ في الصدور. ده يثبت ايه؟ انه ما ينفعش يبقى فيه تغيير او تحريف. ازاي؟ تعال نقول مثلا ربنا بيقول في القرآن الكريم وكلم الله موسى تكليما. المعنى ده لو غيرنا التشكيل في الله، خليناها الله بدل الله، نقول وكلم الله موسى تكليما، بقى معنى تاني خالص. المعنى الاولاني وكلم الله موسى تكليما يعني ربنا اللي كلم سيدنا موسى، اصطفاه ان هو كلمه مباشرة بدون وسيط. انما لو قلنا وكلم الله موسى تكليما يعني موسى هو اللي كلم الله، فايه المشكلة؟ ما موسى بيكلم الله، ما انا بكلم الله، ما انا بدعي ربنا. انما الحالة الوحيدة اللي فيها اصطفاء لسيدنا موسى هو كلام الله سبحانه وتعالى ليه مباشرة. ده التشكيل ده لو حضرتك اخطأت فيه قدام طفل صغير عنده 6 سنين في مصر، طب في جنوب افريقيا، طب في باكستان، طب في روسيا، بس حافظ القرآن، يقول لك اقف، انت غلط، التشكيل غلط، ده اسمه تحريف. عشان كده القرآن محفوظ من جميع الأوجه، ومن أحد الأوجه زي ما قلنا اسمه، معنى اسمه إن هو قرآن.